مساء الخير عليكم او صباح الخير على حسب انتوا بتشوفوني في اي وقت. النهارده معانا واحده بتقول انا اول مره اطلع مصيف. قولوا لي ايه بالظبط اللي هحتاج اخده معايا بالتفصيل. الله يبارك لكم. الفندق عليه وجبات الفطار والغدا فقط، وهي وجوزها ومعاها طفلين 3 سنين. اول مره تطلعي مصيف ليكم حلو جدا. عقبالنا يا رب. ربنا يسعدكم وتتبسطوا ان شاء الله. طيب طالما الفندق موفر الفطار والغدا، ده هيخفف عليكم حاجات كتير ان شاء الله. ايه ممكن تحتاجيه بقى؟ عدي معايا. اول حاجه مثلا هنبتدي بالاوراق الاساسيه. ان انت يبقى معاكي بطاقات الرقم القومي بتاعتك انت وزوجك، او جوازات السفر وشهادات ميلاد الاولاد او صور منها. لازم يبقى معاكي حجز الفندق يكون مطبوع او يكون معاكي على الموبايل. لازم طبعا يبقى معاكي فيزا او فلوس نقدي، يعني تكون معاكي فيها مبلغ يكفي احتياجاتكم وفوق احتياجاتكم اللي انت ممكن تتخيليها، لان الدنيا ممكن تبهوأ منكم هناك. الملابس تكون ملابس خفيفة ومريحة. مايوهات، كاشات مايو، شباشب، هدوم خروج عشان بالليل لو هتنزلوا تتمشوا او تسهروا شوية. هدوم داخلية كافية على حسب استخدامك. طاقية او كبات، نضارات شمس عشان الشمس هناك، ما لو انت عينيكي بتتعب منها او حاجة. لو هتجيبي احذية بحر كمان علشان خاطر الاطفال، عشان تحفظ رجليهم. يبقى معاكي جواكت خفيفة للاطفال لان الجو بالليل بيبرد شوية في الوقت حتى اللي احنا لسه فيه ده. يبقى معاكي مناديل، شامبو، بلسم، صابون، فرش ومعجون الاسنان، فوط، كريم واقي من الشمس، مشط. كل الحاجات الأساسية اللي لازم تبقى استخدام شخصي يعني. أدوية بقى ربنا يحفظكم يا رب وما تحتاجولهاش إن شاء الله. يبقى معاكي خافض حرارة. يبقى معاكي مرهم أو ملطف أو ملطف، عشان لو أي حساسية تيجي من البحر أو الحشرات. أي أدوية بقى بتاخدوها. مثلا أنت عارفة إن في أدوية مهمة بتاخدوها لازم تاخديها معاكي. أكياس صغيرة لو هترموا فيها مثلا حاجة، تعوزي تشيلي حاجة، بواقي أكل باقية منكم، أي حاجة عايزة تشيلي فيها. لو هتاخدوا بقى ايه، نخش شوية على الألعاب والكلام ده. ألعاب بحر، قصص معاكم تتسلوا فيها أو تقرأيها. عوامات طبعا الأطفال، أو ممكن تجيب لهم اللي هي جواكت السباحة، دي بتبقى أأمن وأفضل للأطفال. آم، تاخدي بطانية خفيفة او كوفرتا يعني، او اي مفرش بسيط كده يعني لو احتاجتوا له ان انتوا بس ايه تحطوه عليكم عشان لو فتحتوا تكييف، او لو في مثلا بلكونة او حاجة فتحتوها وفي هوا جاي منها جديد. آه، الاكلات بقى ممكن اكل خفيف يعني شوية بسكوتات، عصاير. طالما انت بتقولي كده كده الفندق موفر ليكم وجبة الفطار والغدا، فده هيساعدكم كتير. فهيبقى بس تحتاجوا حاجات بسيطة. لازم يبقى معاكي مية، لان المية في الاماكن اللي زي دي بيبقى صعب توفرها، وبتبقى بأسعار غالية جدا. كمان يبقى معاكي سناكس، او اي حاجة للتسلية. لو هتعملي صينية كيكة وتفضيها في علب بلاستيك وتاخديها معاكي. ولازم يبقى معاكي زبادي عشان الاولاد الصغيرين. ولو عايزاني اعملك كل الكلام دون زي جدول او حاجة تطبعيها زي PDF، تمام قوليلي. ودي شوية تعليقات كده معانا من الناس اللي شاركوا معانا، هنقرأها سريعا. في واحدة بتقول لها حبيبتي يا رب تتهني بيه يا رب، بس اولا صن بلوك طبعا عندها حق علشان الشمس، عشان ما تتحرقوش. ميهاتكم، نضاراتكم، طواقي وهدوم خروج كل يوم بطقم ولبس حلو ليكي في الفندق. آم، الكلمة كانت صعبة شوية بس فهمتها. ولوشيناتك، اللوشن يعني، وبرفاناتك لجوزك طبعا، وأدوية. ونفس الكلام برضو اللوني. دي بتقول لها خدي معاكي الأدوية بتاعتكم عشان كتير ناس بتتعب من أكل الفندق، وخدي أنتينال ودواء للرشح والصن بلوك برضو زي ما احنا قلنا. قالت لها وكمان ممكن تاخدي معاكي مقرمشات وقرص وشاي وسكر.
هنا بقى بتقول لها اهم حاجة خافض للحرارة للولاد احتياطي وبإذن الله محدش يتعب. مايوهات ولبس بيت وخروج وغيارات، طواقي علشان الشمس ومكياج ليكي وبرفان. ولو انتوا يا جماعة برضو شايفين اي حاجة تانية ممكن تنضاف غير اللي احنا قلناها ممكن تقولوا لها عليها. اهم حاجة ما تنسونيش انا بقى باللايك والشير واشتركوا في القناة. سلام.